السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل ليفت. الليفت بتاعنا طلع اهو، وهنعمل ليفت. عملنا الليمون المخلل والزيتون والخيار وهنعمل الليفت اهو. الليفت معانا اهو. بعد ما نضفته حلو غسلته، وبعد ما غسلته قمت خرطته اهو. وبعد ما خرطته حطيته في مصفى وحطيت عليه شوية ملح ونزل ميته. بصوا هوريكم المية اللي نزلت منه. دي مش بنستعملها، دي هنرميها. المية دي هنرميها بعد ما حطيت له المية شوية ملح. نزل المية دي. المية دي طبعا مش هستعملها. تمام. هستعمل الليفت بتاعي اللي هو ده اهو. ومعانا هنا الخلاط اهو. الخلاط حطيت فيه بنجرية كبيرة ومليته مية وهطحنه في الخلاط. ده اللي انا هستعمله للليفت. تمام. ومعانا هنا كيس ملح اهو، لو عوزت تاني هحط، وشوية صغيرين اهو. تمام. هعبي الليفت بتاعي في البرطمان. بسم الله. اهم حاجه تصفيه كويس من الميه اللي هي طلعت منه. مش هنستعملها، هنرميها. هنحط له بقى ميه نضيفه. هنعبي البرطمان كله واطحن اللي هو البنجر. تمام. بسم الله. نعبي كده البرطمان. انا سبته يجي نص ساعه في الملح ونزل ميته. تمام. عشان في ناس بتحب تشرب الميه بتاعته دي، بتبقى حلوه قوي. اهي عامله البرطمان كله. ده برطمان ازاز عشان ما لقيش عندي بلاستيك. البلاستيك اللي عندي عامله فيه خيار وعامله فيه ليمون وزيتون. الزيتون والليمون ممكن يقعد لرمضان، لكن الخيار واللفت ممكن ناكل منه اهو. اعبيه كله كده. بسم الله. وبرضك نصفي التاني اهو. الميه بتاعته اهي، هنصفيه. بسم الله. دولت يجوا 3 كيلو. تمام. 3 كيلو لفت صافي. غير من اللي رميت منه حاجات يعني. هما صفصفوا على 3 كيلو، انا كنت جايبه 8. غير اللي طلعت عامله زي الفل واللي طلعت شيخه رميتها يعني. صفصفوا والله على 3 اهو. ندوقه كده كويس. وهنحط في الخلاط شويه ملح عشان ايه تفرموا مع البنجر اهو. عشان الملح مش هحطه في البرطمان اهو. بسم الله. اهو مليته كله اهو. اهو بصوا مليته كله. والشويه دول هعملهم في برطمان صغير اهو. دولت الشويه اللي فاضلين اهو. طبعا الميه اللي طلعت اهي اهي هرميها، مش هستعملها كده خلاص. نحط دول بقى في برطمان صغير. وراح اطحن البنجر وارجع لكم. خلاص البنجر طحنته في الخلاط بس لسه ما حطيتش الملح اهو. ومعايا طبق فاضي وهصفيه. تمام. نصفيه كده كويس. ولسه هحط ميه تاني واحط الملح والسكر. اهو. نجيب تاني شويه ميه. بسم الله.
الحاجات دي انا مش هرميها، ساعات بعملها في الحلويات. اهي البنجر اللي هو التفل ده مش هرميه اهو. ماشي، انا ما حطيتش فيه ملح ولا اي حاجه، انا طحنته مع شويه ميه وهستعمله في حاجه تانية ان شاء الله. هشيله في الفريزر وهستعمله في حاجه تانية اهو. نصفي الباقي بسم الله. البنجر ده مفيد جدا للانيميا، حلو جدا. يعني الحاجات دي ممكن تتعمل حلويات اللي انتوا شايفينها دي، بس انا مش هرميها، انا هحطها في طبق وايه وهشيلها. تمام كده اهو. باقي اللي في الخلاط اهو. تمام، عندنا كيس ملح اهو. بسم الله. كيس ملح اللي هو الصغير، انا مش هحط كله، انا هشوف ايه الملح بتاعه كده، واحط معلقه سكر، معلقه سكر عشان ايه يبقى مقرمش وحلو زي الخيار اللي احنا عملناه. تمام، وندوبه كويس. انا ما بحطش فيه شطه، انا بحط فيه الملح وشويه سكر والميه والبنجر بس. اللي بحط فيه شطه الخيار، لكن اللفت ما بحطش. ندوبه كده كويس واجيب كوبايه واقوم معبيه البرطمان، واحط كيس اللي هو كيس تلاجة واقوم قافلاه بس كده ويستوي. نشوف كده الملح. احط تاني شويه ميه عليه بس كده، واجيب كوبايه واعبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احمر ازاي وحلو. بصوا البنجر اهو. بسم الله اهو. نعبي البرطمان كده كله. بسم الله. بسم الله. لو انت عندك برطمان بلاستيك عادي ممكن تحطي فيه، بس الموجود عندي دلوقتي اللي هو الازاز، هو اللي لقيته يعني موجود اهو. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده البرطمان بتاعي خلص، يعني ما خدش حاجه، خلص على طول. احط تاني شويه ميه اهو. تمام، واجيب كيس تلاجة اهو. كيس التلاجة نحطه كده. عايزه تحطي فيه شطه براحتك حطي، حطي قرنين فلفل، تحطي شطه اللي هي السايبه براحتك اللي انت عايزاه، بس انا ما بحطش عليه شطه. هو الخيار المخلل اللي انا بحط فيه شطه اهو. بص عشان ما يخشلوش هوا وبعدين يسود منك اهو. بصوا اهو. هشيل بس سكر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا حلو ازاي، شايفين؟ ايه رايكم؟ اهو. بصوا الجمال.
اهو حلو جدا. شايف البرطمان بتاعنا حلو عشان ايه؟ لونه مغمقش. تمام. شويه اللي فاضلين هحط له شويه الميه. ومتنسونيش بقى في اللايك والاشتراك ودوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. السلام عليكم.